السلام عليكم. فيديو بعنوان إزاي تخلّي account LinkedIn احترافي ويتصدّر نتايج البحث. في الأول كده كنت أنا وعدت ناس في الكورس اللي فات، الناس اللي سجّلت معايا في الكورس. طبعًا لو أنت ما تعرفش هو كورس إيه، فهو كان كورس أوتوكاد، كان كورس احترافي جدًا وبيبدأ من الصفر خالص وناس كتير استفادت بيه، وكانت النتايج بتاعته كويسة جدًا ما شاء الله. والناس في آخر الكورس خدت الشهادات بتاعتها. لو أنت كنت واحد من الناس اللي سجّلت معايا وما خدتش الشهادة بتاعته، تقدر تتواصل معايا وأبعت لك الشهادة بتاعتك عادي جدًا. ولو أنت ما كنتش سجلت معايا قبل كده فهاسيب لك لينك الكورس في الوصف تحت تقدر تتفرج عليه، وكمان تقدر تتابعني عشان تكون واحد من الناس اللي هتسجل معايا في كورسات بعد كده. طيب نخش بقى على موضوعنا الأساسي واللي هو ليه محدش بيكلمني على لينكد إن. المشكلة دلوقتي فيك أنت، المشكلة مش في السوق أبدا. طيب أنت دلوقتي مهندس شاطر ما شاء الله عليك وزي الفل، بتتعب وبتتعلم وبتاخد كورسات وعامل اللي عليك بزيادة، بس محدش بيكلمك برغم إنك مناسب 100% للوظيفة اللي هم مثلا بيكونوا طالبينها. فبتسأل نفسك طيب ليه أنا ما اتوظفتش أنا في الوظيفة دي؟ ليه أنا ما ترشحتش ليها؟ فببساطة كده علشان اسمك ما ظهرش في السيرش. يعني المشكلة مش في الخبرة خالص، المشكلة في البروفايل على لينكد إن. فأنا بقى في الفيديو ده هقول لك إزاي تخلي حسابك احترافي جدا وإزاي يطلع في أول نتائج البحث. في الأول كده هو إيه أصلا لينكد إن؟ يعني بمعنى أصح لينكد إن ده إيه؟ أولًا هو مش مجرد application social media تعمل عليه بوست كل شهرين. لأ خالص. LinkedIn ببساطة كده هو أكبر منصة توظيف في العالم، يعني في العالم كله مش شرط في بلد معين. طيب دلوقتي أي HR أو أي شركة لما بيجي يدور على حد ما بيدورش في الشارع كده وخلاص، لأ هو بيروح على LinkedIn ويكتب التخصص اللي هو محتاجه، وليكن أنا محتاج مهندس تصميم إنشائي، فيروح في السيرش ويكتب مهندس تصميم إنشائي، فيبدأ بقى يظهر له ناس. طيب هل اسمك بقى هيكون في أول الناس اللي هتظهر دي ولا بقى هيكون مدفون في الصفحة رقم 20 ورقم 50؟ طيب إيه الحاجات بقى اللي نعملها علشان نخلي الأكونت يظهر في أول نتائج السيرش؟ طيب أول حاجة كده الصورة الشخصية. الصورة الشخصية بتدي انطباع للي قدامك عنك. بمعنى إيه؟ بمعنى إن أنا أكيد ما ينفعش إن أنا أحط صورة غير صورتي. يعني مش هروح مثلا إن أنا أجيب أي صورة تانية وأحطها حتى لو هي بتعبر عن المجال بتاعي. فأنا لازم إن أنا أحط صورة خاصة بيا أنا، مش لازم إن أنا أجيب صورة كاملة وإن أنا أحطها على البروفايل بتاعي. لأ عادي صورة يا دوبك تعبر أنا مين، اللي هو يشوفني الشكل ده هو بيعبر عن فلان. ما ينفعش بقى إن أنا أروح أحط صورة وأنا معايا ابن خالتي مثلًا متصورين في فرح، والّا إن إحنا متصورين قدّام عربية مثلًا مرسيدس أو BMW أو أي حاجة من دي. ما ينفعش خالص. أنا طبيعي لمّا أنا أخش مثلًا على بروفايل أي حد وليكن باشوف الصورة مثلًا، لقيت شخصين في الصورة باعرف إن الشخص ده أكيد مش احترافي خالص، لإن هو لو بيفهم أكيد مش هيعمل ده. ليه؟ أنا طبيعي أنا قدّامي مثلًا الاسم وقدّامي شخصين، طيب الاسم ده بتاع مين فيهم بالضبط؟ الأكونت نفسه بتاع مين فيهم؟ فدي حاجة بتدّي للي قدّامك انطباع عنك. طيب أنا هاحط صورة عاملة إزاي؟ مش هاقول لك إنك تحط صورة يعني اللي هو professional أوي، لأ أنت حاول تحط صورة تعبّر عنك. مش شرط بقى ما تروحش مثلًا تحط صورة في فرح، ما تروحش تحط صورة مثلًا في مكان بحر مثلًا وأنت نُص هدومك مش موجودة بمعنى أصح. لأ حاول تحط مثلًا صورة وليكن الخلفية بتاعتها مثلًا تكون سادة على قد ما تقدر، أو حاول إنك تحط صورة مثلًا بتعبّر عنك. أنا مثلًا هنا في الaccount بتاعي حاطط صورة بتعبّر عني. أنا الشخص اللي موجود والخوذة والفيست وفي قلب الموقع. طبيعي أنت لمّا تشوف صورتي كده مش لازم إنك تكمّل أصلًا قراية في بقية الaccount. أنت طبيعي طالما شُفت الصورة خلاص ده مهندس مدني. طبيعي جدًا من اللبس اللي أنا شايفه ده هو راجل لابس خوذة لابس vest وفي الموقع، طبيعي هو أكيد مهندس مدني. طيب ده كده بالنسبة للصورة، وكذلك بالنسبة لصورة الخلفية اللي بتبقى هنا. أنت حاول على قد ما تقدر إن أنت تحط يعني صورة بتعبّر عنك والاسم بتاعك والوظيفة بالمختصر المفيد. يعني اللي هو أنا محمد إيهاب civil engineer وحاطط البريد الإلكتروني بتاعي وحاطط رقم الموبايل بحيث لو حد حابب يتواصل معايا، وكذلك حاطّه هنا برضه. طيب كده أنا خلصت من حوار الصورة طبعًا. ما ينفعش بقى إن أنا أروح أحط صورة يعني ما تكونش أفضل حاجة. يعني أنا باشوف ناس كتير يعني
صراحة بازعل عليهم جدًا، يعني ليه إن أنت تحط صورة زي كده؟ أنت حاول تحط حاجة بتعبّر عنك أنت، حاول حاجة خاصة بيك أنت، يعني مثلًا ما تعملش زي ناس كتير مثلًا وليكن الناس اللي لسه بتبقى لسه داخلة الكلية جديد ده، تلاقي بقى الطالب بتاع إعدادي ما يعرفش لسه السواد اللي هيقابله بعد كده، تلاقيه بقى رايح مصور لك قدّام كلية الهندسة، ومصور لك كده بضهره واللي هو إيه جايب لك الاسم وبيبُص للوحة، هو طبعًا ما يعرفش السواد اللي بعد كده، وتلاقيه جاي لازقها لك في LinkedIn. لأ، لينكد إن ده غير أي أبلكيشن تاني، ده مش فيسبوك ولا انستجرام ولا أي حاجة، لأ ده أبلكيشن توظيف، أنت بتقابل عليه ناس خاصين بالمجال بتاعك، لا أنت بتروح تنزل بقى بوستات وتنزل صورة وتكتب عليها بوستات اللي هي البوزيتيف انرجي ولا الكلام ده خالص، لأ أنت بتحط شغلك لا أكتر ولا أقل. علشان تلاقي شغل عليه بعد كده. طبعًا أنت لو حابب إنك تضيف في الجامعة بتاعتك والمكان اللي أنت شغال فيه تقدر إن أنت تضيفهم عادي، هو ده شيء مش مطلوب أوي أو مش مهم أوي، بس يعني يُفضّل إنك تكون ضايفه عادي بحيث إن اللي قدّامك يكون عارف أنت فين، خريج إيه، شغال مثلًا في مكتب إيه أو في شركة إيه وهكذا. طيب الخطوة بقى اللي بعد كده وهي العنوان أو الheadline. طيب إيه الheadline ده أو العنوان؟ بمعنى أصح اللي هو موجود هنا، وده يعتبر من أهم وأخطر حاجة في LinkedIn أو بمعنى أصح ده اللي أنت هتشتغل بيه أو بيعبّر عنك، أنت بتعرف تعمل إيه. طبعًا أنا بالاقي ناس كتير في الخانة دي كاتب لك civil engineer لا أكتر ولا أقل. طيب إيه civil engineer؟ ما أنا عارف إن أنت civil engineer تمام، أنت مهندس مدني، طيب ما أنا أعرف إن في مهندس مدني بيشتغل موقع، في مهندس مدني بيشتغل في التصميم، في مهندس مدني بيشتغل مثلًا في المكتب الفني، شغل الحصر والshop drawing والكلام ده. طيب أنت مين فيهم؟ آآ أنت طبيعي لمّا أنت تحط civil engineer أنت مستحيل تظهر لأي وظيفة أصلًا، حتى لو أنت المناسب 100%، حتى لو أنت بتعمل كل ده. طيب أنا المفروض إن أنا أعمل إيه؟ المفروض إنك تعمل الحاجة اللي أنت بتعرف تعملها، يعني مثلًا تكتب هنا وليكن structure design engineer، أنا مثلًا باشتغل في التصميم الإنشائي، وكذلك باشتغل برضه site engineer، باشتغل موقع، وباشتغل حصر كميات، فأنا باكتب الحاجة اللي أنا باعرف أعملها، أي حاجة أنا باعرف أعملها باكتبها هنا في الheadline. علشان لمّا ييجي حد يسرِّش في الsearch هو طبيعي بيكتب الوظيفة، بيكتب مثلًا لو هو محتاج مهندس تصميم هيكتب structural design engineer، أنت بقى تبدأ تظهر له، هو يشوف الأنسب ويبدأ يختار، فأنت تكون من ضمن الناس اللي ظهرت في الصفحة الأولى، ما تكونش مثلًا ظهرت في الصفحة 20 و50 وتقول ما حدش بيختارني ليه، وهنا ما فيش فرق بقى خبرات ولا تقول لي ده معاه شهادات، ده اشتغل على مشاريع، لأ، هو الفكرة في LinkedIn هو برنامج خوارزميات، ما بيتعامل بالكلمات المفتاحية بمعنى أصح، الkeywords إيه اللي هو أنا قُلت له structure design engineer هو خلاص ترجم كده الخوارزمية بتاعته ترجمت إن هو أنت مهندس تصميم إنشائي، أول ما حد يسرِّش على تصميم إنشائي أنت هتكون واحد من ضمن الناس اللي هتظهر دي، وطبعًا هتكون على حسب الprofile بتاعك فهتظهر في الأول أو في الآخر. طيب إيه اللي بعد كده؟ اللي بعد كده بقى اللي هو قسم الAbout اللي هو ده كده، هو ده عامةً مش هاقول لك إن هو مطلوب أوي، بس ده بيدّي انطباع قوي للي قدّامك عنك، بمعنى إيه؟ يعني أنت مثلًا حاول تكتب هنا جُمل مثلًا بتعبّر عنك، زي إيه مثلًا؟ وليكن تكتب له مثلًا أنا وليكن مهندس مدني متخصص مثلًا في تصميم المنشآت الخرسانية، وليكن ساعدت مثلًا في تصميم مشاريع سكنية وتجارية بأعلى جودة وبأعلى معايير الأمان، دي حاجة هتدّي انطباع للي قدّامك، طبيعي لمّا أنا أشوفها سواء أنا أو أي HR هيكمّل كلام، يعني هيخلّي الHR نَفْسه يكمّل قراية. طيب أنت دلوقتي يعني ساكت وما بتنزّلش أي حاجة، أنا عامل account LinkedIn بس موجود عليه عادي مستني الفرج، لأ ده حاجة يعني مش أفضل حاجة، بمعنى إيه؟ بمعنى إن أنا لازم إن أنا أنزّل post لLinkedIn أقول له إن أنا لسه موجود، يعني LinkedIn أصلًا عشان يعرف الactivity بتاعك اللي هو إيه، أنت شخص موجود والّا ما بقيتش موجود، أنت عملت account وخلاص سِبته، لأ هو مش عايز ده، هو عايز مثلًا وليكن إن أنت تدّي له option تدّي له مثلًا إشارة إنّك موجود، كل أسبوع مثلًا وليكن post. طيب هانزّل post عن إيه مثلًا؟ هاقول لك أبسط ما فيها خالص ممكن إن أنت تعمل share لpost، يعني وليكن مثلًا وليكن هنا كده أنا عامل share للpost ده، أنا شايف إن في ناس هتقدر إنّها تستفيد من الكلام ده، فأنا عملت للكلام ده share على الصفحة بتاعتي هنا.
طيب أنا مثلًا ممكن إن أنا أنزّل مشاريع أنا اشتغلت عليها، ممكن إن أنا أنزّل عليها فرص كورسات، فرص لناس تتعلم حاجات كتير. وكل أمّا البوست بتاعك بيظهر أكتر، كل ما بيكون في يعني سماحية ليك إن أنت تظهر أكتر. يعني أنا ده بوست أنا منزّله ما كمّلش أسبوع وظهر 13,248 مرّة. طبعًا إنك توصل أصلًا على LinkedIn وليكن مشاهدات 1000 مرّة أصلًا، فدي حاجة كويسة. أنت هنا مش بتتعامل على فيسبوك أو إنستجرام، لأ، هنا في فرق خالص. هنا ما بيتفرّجش عليك بقى ابن خالتك وقريبك وصاحبك وزميلك والكلام ده، لأ، أنت بيتفرّج عليك ناس خاصين بالشغل، الناس اللي معاك في الشغل، اللي هو في مجالك. فدي في حد ذاتها بتبقى كويسة. ما تقلقش من حوار الأرقام ده خالص. أنت بس ادّي لLinkedIn إن أنت شغّال، يعني أنت موجود، الactivity بتاعك مستمر. فاوعى تكون مهندس يعني جامد ومستخبي خالص، لأ. يعني مش تستنى مثلًا حد يرشّحك لوظيفة، لأ، خلّي السوق هو اللي ييجي لحد عندك. فأنت لو الprofile بتاعك مش بيجيب لك أي شغل خالص، يبقى الprofile ده مش شغال ليك، هو الprofile ده كده شغال ضدك خالص، مش شغال معاك. فأنت بقى لو عايز مثلًا، ده كان فيديو بسيط كده سكة 10 دقايق. لو عايزني أعمل لك فيديو إزاي تعمل أصلًا حساب على LinkedIn وإزاي إنك تضبّطه من الصفر خالص، نبدأ فيه بداية من الصفر خالص، فاكتب لي بس في comment ضبّط لي بروفايل، وأنا هاعمل لك الكلام ده في الفيديو الجاي بإذن الله. وطبعًا مش عايز أقول لك ما تنساش تشترك في الUCE عشان تبقى مهندس ظاهر مش مستخبي. شكرًا جدًا ليك.